هذا الصدر. اليوم يا اخوان كبستنا في هذا الوادي الجميل. نسوي كبسة سهلة ولذيذة، والشباب قالوا يبغوا متبل، إن نسوي متبل وبعدين حراق. ما ادري ما يحسون فيه، سحور وحراق، لكن بكيفهم انا ما دخلني. خلوكم معنا ان شاء الله. زيت ودحين بننزل البصل. طبعا نبغاها كبسة حمراء تبغى بصل كثير، اذا تبغاها كبسة حمراء لازم تكثر بصل عشان تطلع كبسة لذيذة. نحرك لين يتشقر مع البصل. هذه بهارات صحيحة اللي هي هيل وقرنفل وليمون اسود قرفة ورغار. عليها الحوايج الجزنية مدقوقة جاهزة. طلع عن الريحة. طبعا هذا فلفل رومي احمر واخضر. وكذا وصلنا للتكشينة المطلوبة. هذا هو اللون المطلوب. نحب ننزل عليها البابريكا الحمراء الباردة. ما عندك هذا استخدم معجون طماطم، ولكن اللي يجرب هذه ما راح يستغني عنها. لونها ونكهتها وباردة ولا فيها حموضة، لا تغريك اني كثرت ولا شيء. فاك تشوف اللون بس. شايفين اللون بس. نزلت الدجاج. نروح سحورنا. وحراق ضيف عليها من البابريكا الحار، بس انا معي ناس حساسين شويه من الحراره فيكفي الدجاج انه حراق. حرك شوي بس. بعدين البهارات المشكله الصفراء. طبعا جميع البهارات متوفره في المتجر. خليها بس شويه تاخذ لون وتتقمر على خفيف، ونضيف المويه. طبعا الملح ما راح نملح لان الدجاج متبل فيه ملح، نملح مع الرز. ودحين بننزل المويه. بسم الله. لان الرز عندنا ابو بنت، ابو بنت لازم يزيد المويه. شايفين اللون؟ لا معجون ولا شيء. بعد ما يصفر 10 دقائق ونرجع لكم. بسم الله. ننزل الملح ونذوق نجرب، اذا كان ممتاز خلاص ما يحتاج. ودحين بننزل الرز. رزنا ابو بنت مغسول بس. شوفوا صينيه المويه جدا ممتازه كويس. ابو بنت لازم يزيد شويه. اول ما يصفر معانا نخفضه على نار خفيفه مره، نحسب له 20 دقيقه. بسم الله. هذه كبستنا ما شاء الله. حركها بس على خفيف. اذن باقي معك ساعه ونص. باقي معك ساعه ونص. وهذه النتيجه النهائيه. بسم الله ما شاء الله.